صباح الخير. النهاردة هنعمل طريقة جديدة في الكنافة غير الطريقة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت. الطريقة بتاعت المرة اللي فاتت كانت التقليدية العادية اللي هي بالمكسرات، لكن النهاردة هنعملها بطريقة جديدة وبسيطة في نفس الوقت، بحيث ان اي حد يقدر يعملها وبجد تعجبكم جدا، لان سكرها معتدل ونقدر ناكل منها زي ما احنا عايزين من غير ما نحس ان السكر اوفر فيها قوي. اول حاجه كان عندي نص كيلو من الكنافه. طبعا انتوا لو هتجيبوا الكنافه طازه طريه ممكن ان انتوا تقطعوها بالسكينه او بمقص المطبخ او اي حاجه انتوا عايزينها، ولكن انا عشان كانت موجوده عندي وحطاها في الفريزر فبدات ان انا اكسرها كده بايدي لغايه لما تبقى بحجم الشعريه الصغيره. وممكن نعملها كمان في محضرة الطعام، هتبقى اسرع برضو وهتدينا نفس النتيجة. المهم انها تتقطع صغير خالص، وبعد كده بناخدها في كوباية سمنة ونبدأ ان احنا نحمرها على النار، ولازم نستمر في التقليب لان اي ثانية ممكن ان احنا ما نقلبهاش فيها ممكن تتلسع مننا من تحت وتغير لنا طعم الكنافة خالص. في الاول هنحس ان الكنافة بدأت تتكتل معانا وتبقى كتل كده، ولكن مع استمرار التقليب هتفك لوحدها من الكتل دي كلها، وبعد كده هنلاقيها تحول لونها للون الاحمر الجميل اللي احنا شايفينه دلوقتي، لون كده ذهبي حلو. بعد كده بنقلها في حاجة تانية علشان خاطر تبرد، علشان اقدر احط عليها السكر البودر، لان مش هقدر احط السكر البودر وهي سخنة، فلازم تبرد خالص. وبعد كده نبدأ نضيف عليها معلقتين او 3 حسب الرغبة من السكر البودر. انا حطيت هنا 3 و3، يعني كان سكرها معتدل جدا، مش مسكرة اوفر يعني. ودي ميزة الطريقة دي، ان هي بتخلي السكر الواحد بيقدر يتحكم فيه وفي نفس الوقت ما بيحسش ان هي مسكرة اوفر. بعد كده بنبدأ نحضر الصوص الشوكولاتة اللي احنا هنستخدمه. معايا بقى كوباية من السكر البودر ونص كوباية من الكاكاو الخام، ومعايا معلقتين زبدة، ومعانا كمان كوباية من اللبن، ومعايا نص كوباية من اللبن البودر. هنحط كل المكونات دي على بعضها ونقلبها كده الاول على البارد، وبعد كده نرفعها على البوتاجاز. هستمر في التقليب لغاية لما كل المكونات تدوب في بعضها ويبدأ القوام بتاع الصوص يتقل. ولو عايزينه كمان اتقل من كده ممكن نضيف معلقة واحدة من النشا، برضو هيدينا قوام اتقل من كده، ولكن هو هيتقل وهيبقى مناسب جدا. بعد كده حطيت نقطتين بس من ريحة البندق، تدي للصوص بس طعم وريحة حلوة. وبعد كده حضرت الحشوة التانية اللي هي عبارة عن سوداني مجروش مع جوز الهند. وهبدأ دلوقتي احضر الاطباق بتاعتي، او مثلا لو حابين تقدموها في كاسات او علب اللي هي بتبقى البلاستيك الجاهزة دي، فبراحتكم يعني. اول حاجة طبقة الشوكولاتة، طبعا صوص الشوكولاتة بحطه في الاول، وبعد كده طبقة من الكنافة اللي احنا حاطين عليها سكر بودر. كل الاطباق هتبقى بنفس الترتيب. وبعد كده هحط كمان طبقة من المكسرات اللي احنا محضرينها مع بعض، اللي هي سوداني وجوز الهند، واللي حابب يضيف برضو زبيب او بندق او اي مكسرات عنده مفيش مشكلة. وبرضو في ملحوظة تانية، لو الكاسات كبيرة او العلب اللي انتوا هتحطوا فيها كبيرة نقدر نعيد تاني نفس الطبقات مرة تانية. المهم ان اللي على الوش يبقى صوص الشوكولاتة، ونقدر نزوقه بمكسرات او بفاكهة، اي فاكهة احنا بنحبها، بحيث ان هي تدي للطبق شكل جميل زي اللي احنا شايفينه دلوقتي. طبعا بنحطها في التلاجة وبتتقدم وهي ساقعة. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم، وشكرا جدا لمتابعتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.